ازاي تبقى فريلانسر ناجح؟ خطوات عمليه من البدايه للاحتراف. لو عمرك ما اشتغلت كفريلانسر قبل كده اكيد في مليون سؤال في دماغك. ابدا منين؟ اتعلم ايه؟ اجيب شغل منين؟ طب اشتغل ببلاش الاول ولا لا؟ الفيديو ده معمول ليه، هناخدك خطوه بخطوه من الصفر لحد ما تبقى فريلانسر عنده شغل ثابت، عملاء بيتكرروا، ودخله محترم. انا محمد اسامه، وده برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. هل الفريلانس مناسب ليك؟ الشغل الحر شكله حلو على الورق، بتصحى وقت ما تحب، تشتغل من بيتك، تختار المشاريع اللي تعجبك، بس الحقيقة هو حرية ومسؤولية. مفيش حد هيفكرك تسلم الشغل، مفيش مرتب ثابت، مفيش مدير، بس في عملاء، وكل عميل ليه دماغه. قبل ما تبدأ اسأل نفسك، هل عندك انضباط ذاتي؟ تقدر تشتغل لوحدك لفترات طويلة؟ تقدر تتحمل شهور الشغل فيها قليل أو بدون دخل؟ لو فأنت في الطريق الصح. المهارة قبل أي حاجة، بصراحة من غير مهارة تقدر تبيعها مفيش فريلانس. فكر كده أنت هتقدم إيه؟ تصميم، كتابة، مونتاج، ترجمة، تسويق، تطوير ويب. لو لسه مبتدئ تماما ما تقلقش، اختار مجال وابدأ اتعلمه. المصادر موجودة ببلاش، يوتيوب، كورسات، كتب، مشاريع تطوعية. المهم انك تتعلم وتطبق كل دقيقة بتتعلم فيها. استثمر في مستقبلك. طب ماشي، بس هشتغل ازاي من غير خبرة؟ سؤال في مكانه. اول كام عميل غالبا مش هيجوا لوحدهم، فانت محتاج تبني حاجة اسمها معرض اعمال. حتى لو ما اشتغلتش لحد، اعمل شغل وهمي، صمم لوجو لبراند خيالي، اكتب اعلان لمنتج معروف، اعمل فيديو دعائي لمطعم افتراضي. الاهم ان شغلك يعبر عن مستواك وشخصيتك، وانك بتفهم في اللي بتعمله. تواجد اونلاين يعني فرص اكتر. لو مش موجود اونلاين فانت تقريبا مش موجود. اعمل لينكد ان وحدثه باستمرار، شارك عليه شغلك، وشارك شغلك على بيهانس، انستجرام، فيسبوك. احكي عن اللي بتعمله حتى لو لاصحابك، وشارك خطواتك. ما تخافش تقول انك لسه بتبدأ، الناس بتحب تتابع الرحلة. ناس كتير بتبعت لك شغل مش عشانك ولا عشان انت محترف جدا، لكن لانك بتتعلم، وده حقيقي. فين اول عميل؟ محدش هيجيلك وانت ساكت، انت محتاج تدور. جرب الطرق دي، ابعت لمعارفك انك بدأت تشتغل كفريلانسر، اشتغل في الاول بسعر رمزي عشان تبدأ الثقة. خش على منصات زي مستقل، خمسات، ابور، وافتكر اول عميل مش لازم يدفع كتير، بس لازم تطلع منه باكبر فايدة. تجربة، تقييم، مشروع تضيفه للبورتفوليو بتاعتك. ازاي تتعامل مع العميل؟ تعامل مع العميل وكأنك شريك في مشروع. اسأله مين جمهوره، هدف التصميم او هدف الشغل ايه اصلا، عايز يوصل لايه من خلال المشروع. اسمع كويس، اشرح وجهة نظرك، وسلم في الميعاد. دي الحاجات اللي بتخلي العميل يرجع لك تاني. السؤال اللي بيخوف الكل، كلنا بدأنا نسأل اطلب كام؟ خليك واقعي، بس ما تشتغلش ببلاش ابدا. سعر خفيف في الاول عشان تبدأ، لكن مع كل مشروع لازم تزود شوية، لازم مستواك يتحسن. وفي فيديو قريب مخصوص عن ازاي تسعر شغلك وبالتفصيل. خليك متطور ومرن، الدنيا بتتغير بسرعة، فلازم تبقى شخص بيطور نفسه. اتعلم مهارات جديدة حوالين مجالك، طور في طريقة شغلك، جرب حاجات مختلفة. خليك شخص مرن وقابل للتغيير. الفريلانس مش سهل، لكنه يستاهل. محتاج صبر، شغل كتير، وتطوير مستمر. وافتكر دايما، انت مش محتاج تبقى الافضل من اول يوم، انت محتاج تبدأ. ولو عايز تبقى فريلانسر ناجح، خليك ثابت، خليك شغوف، وخد خطوة كل يوم. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن الأخطاء اللي بتضيع فرص الفريلانسرز وإزاي تتجنبها. ابدأ دلوقتي واشتغل على نفسك كل يوم. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجاية عن تصميم الجرافيك والعمل الحر. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.